السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يوم جديد في برنامج المحايد. كان فيه ماتشين مهمين جدا. الماتش الاولاني الزمالك وفاركو، الماتش التاني الاهلي والداخلية. نتكلم النهارده بقى على الزمالك الاول. الزمالك افضل كتير من الماتش اللي فات. الزمالك النهارده واقف على رجله. عايز اقول لك غيابات كتير جدا 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 في نادي الزمالك، ورغم كده قدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نكسب 2-0. من نجوم المباراه طبعا عبد الله السعيد، ما شاء الله كل ما بيزيد في السن كل ما بيبقى احسن والله. عايز اقول لك برضو من نجوم اللقاء برضو محمد شحاته. الراجل ده على طول بامانه بيموت نفسه على الكوره. راجل جدا جدا بيلعب بقلب. وبصراحه اللعيبه النهارده يعني معظمهم كانوا كويسين جدا. مصطفى شلبي عامل ماتش كويس جدا وسجل هدف. فانا بشكر اللعيبه النهارده على الاداء وعلى النتيجه. بس للاسف النتيجه طبعا، حتى كسبنا الماتش ده واللي بعده واللي بعده، كل الماتشات اللي احنا هنكسبها ان شاء الله بعد كده ملهاش اي لازمه خالص، لان احنا دلوقتي بره المنافسه للاسف. يعني الزمالك دلوقتي بره المنافسه تماما. المنافسه دلوقتي ما بين الاهلي وبيراميدز، لكن الزمالك دلوقتي بره المنافسه اطلاقا. وحتى بالنسبه للكونفدراليه، احنا في الكونفدراليه يعني الكونفدراليه عشان احنا متوجين بالبطوله، واحنا حتى ملناش دعوه بالترتيب الثالث الرابع الثاني، اي حاجه اي ترتيب ملناش دعوه. احنا كده كده متوجين ببطوله الكونفدراليه، فاحنا بنلعب ما عليناش اي ضغط خالص. يعني مطلوب من المدرب يلعب كوره، خطه كويسه، يجرب اللعيبه اللي احنا ما شفناهاش، يريح اللعيبه اللي هي عندها اجهاد، يعمل يعني في ايديه يعمل كل حاجه دلوقتي. والكيك كمان واقف عندنا، يعني المفروض اللعيبه اللي ما بتلعبش نهائي يلعبها. انا النهارده شفت لعيبه كويسه جدا والله. شفت يعني كام لاعب. محمد السيد اللي لسه نزل اخر 10 دقايق دوت، ده لعيب كويس جدا، لعيب كويس جدا جدا. وعمار ياسر اللاعب ده ان شاء الله هيبقى قنبله يعني رهيبه. في كام لعيب برضك لعبوا النهارده. اوباما برضك ادى على اللي عليه، بس بحس ان اوباما بيستهتر يعني بيجيله فرص كتير جدا جدا جدا، بس بيستهتر بالفرص دي كلها. فانا عايز ان شاء الله باذن الله تعالى الفتره القادمه نجرب بقيه كل اللعيبه نجربها. امال احنا شاريين اللعيبه دي ليه؟ احنا شاريينها عشان تقعد دكه؟ احنا عندنا اصابات كتير، وعندنا الدنيا واقفه خالص في القيد. طب انت لازم تلعب اللعيبه دي عشان خاطر لما يجي لك ماتش مزنوق فيه يبقى اي لعيب جاهز. ده بالنسبه للعيبه ورساله المدرب. فانا دلوقتي ليه ما جربش ياسر حمدي في الدفاع؟ ليه ما جربش محمد عاطف، مهاب ياسر؟ الناس دي كلها فين؟ انا عايز اعرف بس الناس دي كلها فين. فانا بتمنى ان الفتره القادمه ديت ماشي نلاعب الناس دي كلها ونحافظ على السكواد اللي معانا، علشان خاطر القيد عندنا واقف. والحمد لله على المكسب النهارده. الحاجه الثانيه نخش على مباراه الاهلي والداخليه. الاهلي كان ممكن يكسب كتير، للاسف الاهلي صعب الماتش على نفسه جامد جدا. ورغم الماتش يعني انا عايز اقول لك الاهلي لو ما كانش استهتر، او مش هقول لك استهتر، ما لعبش لعب الاهلي. يعني لو ما كانش لعب الاهلي في الاول كان الاهلي ممكن يكسب 3-4-0 مرتاح قوي. لكن الاهلي بصراحه ربنا بيجي قدام الفرق اللي هي في قاع الدوري، ودي بتبقى اصعب من المطوشه. دي اصعب من المطوشه اللي هي ما تيجي تلعب الزمالك، البيراميدز، الاسماعيلي، الفرق القويه ديت بتبقى اصعب من المطوشه دي خالص، لان الفرقه دي في عرض نقطه، فهم بيلعبوا معاك بكل روح وبكل عزيمه وبكل اراده وكل حاجه.
فعايز اقول ان شاء الله عايزين بقى نشوف ايه مباراه كويسه، فيها حماس، فيها كل قوه وروح من بيراميدز والاهلي. بيراميدز والاهلي هم دلوقتي اللي ماشيين في اتجاه الدوري الممتاز. عايز اقول لك المنافسه تبقى قويه جدا جدا ما بينهم الاثنين. فانا بتمنى ان المنافسه دي تفضل اخر الدوري علشان نقدر نتفرج على كوره كويسه، هو القطر دلوقتي لما الاهلي ركب القطر لحد دلوقتي بقى له ماتشين 3 اهو زي الفل، مفيش حاجه اهوت الدنيا ماشيه تمام. النهارده جون عمرو السوليه روق على جمهور الاهلي ان شاء الله الجميل، روق عليهم النهارده وقدر يديهم الثلاث نقط. تمام. عايزين بقى اثاره ومتعه في الدوري المصري ما بين بيراميدز والاهلي، هو ده اللي انا حابب ان انا اتفرج عليه. احنا كده الزمالك بره الموضوع خالص، الزمالك ما عندوش اي ضغوطات، ما عندوش اي حاجه خالص يبكي عليها، خلاص احنا في الكونفدراليه. الاهلي بيراميدز في اتجاه الدوري، يا ترى مين اللي ياخد الدوري؟ بس نشوف بس المشاكل اللي جايه الاسبوع الجاي، هل مباراه الاهلي والزمالك هتتلعب ولا راحه بينا فين مش عارفين. فالنهارده بهني النادي الاهلي وجمهوره على الثلاث نقط اللي خدهم النهارده من مباراه الداخليه، وان شاء الله باذن الله نشوف منافسه قويه محترمه ما بين الاهلي وبيراميدز لنهايه الدوري ان شاء الله. وبشكركم كتير. كنت معكم محمد سالم. متنساش الاشتراك في القناه والاعجاب عشان يجيلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.